السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطالب الأزهري، هيطلع عينك هيطلع عينك، اجري اهرب. عامل ايه؟ اخبارك؟ طبعا انت تايه عن الكتب. هنعمل ايه في الكتب؟ هجيب كتاب ولا كتابين؟ هجيب 3 ولا 4؟ ايه اصلا انت عندك 18 كم مادة، هتجيب فيهم 3 ولا 4 ايه؟ بالراحة، تيجي تيزي مان، تيجي تيزي. في هذا الفيديو يا صديقي سنتكلم عن أفضل الكتب من وجهة نظري طبعا المتواضعة، اللي تديك نتيجة بمجهود قليل. مش مجهود قليل يعني، احنا هنشيل مجهود من حتة نحطه في حتة، نفس المجهود اللي هتبذله، بس بدل ما كنت هتبذله في حتة غلط، لا ان شاء الله نبذله في المجهود الصح. وان شاء الله يعني ترزق بنتيجة ترضيك وترضينا جميعا يعني. حبيب قلبي، في البداية طبعا قبل ما نبدأ كده عايزك تنزل تعمل اشتراك جميل وكومنت كده من قلبك، تقول فين انت عايزه يا عم، قول فين انت عايزه، ولا تنسى تدعمنا باللايك الجميل. يلا نبدأ الفيديو. مبدئيا احنا عندنا في الثانوية الأزهرية هذه المرحلة الذي يعني كله بيكون عايز يخشها، وبعد ما يخشها بيبقى عايز يهرب منها تاني. وصدقني هتدنها معلمة معاك طول حياتك. أعرف ناس حرفيا لحد دلوقتي بتقوم مفزوعة من الرياضة، والله العظيم. أقول لك أنا بس سر ما تقولوش حد، أنا لحد دلوقتي مفيش حد صحاني إلا وأنا بقوم مفزوع. لسه التكامل والتفاضل معلمين معايا، والله العظيم بخاف يعني حرفيا والله العظيم، بس ما تقولش لحد بقى. تمام. احنا بقى قلنا في الثانويه الازهريه دي عندنا كام ماده؟ عندك يا باشا عربي وشرعي وثقافي ورياضه. كتير كتير يا عم، ولا كتير ولا حاجه، مش غيرك وصل يبقى كده انت توصل، انت هتوصل انت كمان. يلا بس ايه، نشوف الموضوع الكتب ده الاول، بعد كده نشوف هنوصل ولا مش عارف ايه الكلام ده. بص يا اسطى، في العربي انت هتجيب كتاب سلاح الازهري. طب ليه مش المرشد؟ هات اي حاجه تعجبك انت عايزه. انا بقول لك هات سلاح الازهري، انا من وجهه نظري كتاب سلاح الازهري احلى. في الشرعي هتجيب كتاب المرشد، مش ناقصه لخبطه، افهم بس بالراحه بالراحه. العربي مبسط احسن من المرشد، ده سلاح الازهري في العربي مبسط احسن من المرشد. في المواد الشرعيه المرشد احسن. ليه المرشد احسن؟ بتبقى نفس الاسئله بنفس الصيغه اللي بتيجي في الامتحان اخر السنه، وبرضه بيبقى ملتزم بكتاب المعهد. تاني حاجه، الهوامش اللي بتبقى في كتاب المعهد تحت المرشد بيجيبها لك يعني في الدرس ذات نفسه. فانت كده بتلعب على الاثنين، انت بتحفظ الدرس كامل وبتحفظ الهوامش برضه. تمام يا صديقي؟ تمام. خلصنا العربي وخلصنا الشرعي، نخش بقى على ايه؟ على الثقافي. وفي هذه اللحظه من هذا الفيديو وقف كده الفيديو، وقف الفيديو، اسمع بس، وقف الفيديو وروح اسال اي حد من دفعه 2025. اسال اي حد، قول له امتحان المواد الثقافيه بتاعك كان عامل ازاي. قول له لو انت ما كنتش بتحل مع عام كان هيبقى حالك عامل ازاي. طب في نفس الوقت انت ازاي تضمن امتحانك هيجي كده يوم؟ محدش ضامن حاجه. فانت في الازهر هنلعب على حاجتين، ان معاليك هتحفظ المقالي، وان معاليك هتحل العام. شفت ده بقى اللي انا قلته، ان احنا هناخد مجهود من حته ونحطه في حته ثانيه. تمام. ازاي هتعمل كده؟ ناخد مثال في الفيزياء، هذه الماده اللعينه اللي ربنا ينتقم منها يعني. انا عارفك حاسس بيك، والله حاسس بيك. كنت داخل السنه دي تبص قلبي بيعمل كده اهو من الماده دي، بس اكتشفت ان مع الاجتهاد والمثابره والعياط الكتير والحل الكتير والغلطات الكتير كل حاجه بتبقى سهله. اهم حاجه العياط الكتير والدعاء. تمام. الفيزياء هتعمل فيها ايه؟ اولا هتجيب كتاب المرشد مراجعه نهائيه 2025، تقطع منه اول 30 صفحه اللي بيبقى فيهم الاسئله المقالي، بما تفسر، علل، ما النتائج، تعريفات، مقارنات، استنتاجات، رسومات، اي حاجه مقالي. تمام. هيبقى معاك 30 صفحه تقريبا ولا 50 صفحه كده. وهتجيب كتاب، انت لو انت شوف انت هتشتغل مع مدرس مين، عايز تجيب مذكره الحياه مش عايز، اعمل انت عايزه، المهم عندك كتاب الامتحان او كتاب التفوق، شوف انت بتستريح لايه. تمام. معاك ايه تاني؟ اول 30 صفحه من كتاب المرشد اللي فيهم المقالي. تاني حاجه معاك كتاب الامتحان تدريبات او كتاب التفوق. اعمل اللي انت عايزه. تمام كده، خلصنا من الفيزياء. تعالى على الكيمياء، هتجيب كتاب الطيب لان الطيب بيحترم عقلك شويه، هيديك اسئله تناسب عقلك حتى كطالب ازهري، فيها اسئله فيها فكر. انما المرشد واحد اتنين ما بتفكرش اصلا. فانا بقول لك ان كتاب الطيب في الكيمياء افضل من المرشد. طب هنجيب كتاب الامتحان؟ لا بلاش، انا كفايه عليك. عايز تجيب الطيب حب، بس الطيب ممكن بقى انت تزود حتى مندليف. ممكن تجيب مثلا الايزو، بس الايزو عالي قوي برضو. انت مندليف حلو، مندليف حلو جدا، والطيب
لو انت مش اشتركت مع مدرس، شوف انت عايز تشترك مع مدرس مين ومشي معاه، ان شاء الله يعني توفق يعني. وانصحك تجيب مذكره مستر خالد صقر. انصحك كمان مره يا ابني، هات مذكره مستر خالد صقر بتاعه الازهر. تمام، هو هيبقى فيها اسئله العام واسئله بتاعه الازهر. دي نصيحه مني ليك، يبقى انت كده عملت الاثنين، ظبطت المقالي من كتاب الطيب، وظبطت العام مع مستر خالد صقر، وهو كمان هيحل لك الباقي. فهيظبطك. ده بالنسبه للكيمياء. بالنسبه للاحياء، وهي الماده بص دفعتين ورا بعض اتلبوا فيها، وانا كنت واحد منهم يعني الحمد لله، بس مش نست قوي يعني، درجتين ولا 3 خلاص بقى. فالاحياء لازم تتذاكر كويس وبضمير. يعني ايه بضمير؟ بضمير مذاكره رجاله. يعني هتذاكر مقالي وهتذاكر مذاكره عام. يعني اعمل فيها ايه؟ بص يا باشا، هتجيب كتاب الذهبي. طب مش المرشد؟ مش المرشد. كتاب الذهبي افضل. اولا ان هو بيبقى نفس تنسيق يعني التدريبات اللي هتدرس تبقى بنفس هيئه امتحان اخر السنه، ده رقم واحد. رقم اتنين، يبقى فيه امتحانات كتير في الاخر. بس فانا شايفه كتاب قوي يعني. طب وبعدين، شفت اللي انت عملته في الفيزياء؟ هات لي كتاب المرشد وراجع نهائي 2025، هتلاقي فيه اسئله برضو ايه مقالي، اقطعها ودبسها وخليها معاك. طب احنا كده خلصنا المقالي في الاحياء، طب هنعمل ايه في العام؟ العام ما انت عندك الامتحان وعندك التفوق. ايه مستغرب ليه؟ كده انت ثبت كتاب الامتحان او التفوق معاك مادتين، فيزياء او احياء. بلاش كيمياء امتحان او تفوق، معلش بلاش، عاليه قوي وهتستهلك منك مجهود فظيع، فبلاش. يبقى تاني، فيزياء والاحياء هنجيب كتاب المرشد 2025، نقطع منهم اول 30 صفحه بتوع الاسئله المقالي وندبسهم. كل ما نخلص فصل بنروح نذاكر المقالي بتاعه. في العام ده كده احنا ظبطنا الازهر. العام بتاع الفيزياء والاحياء هنعمل فيهم ايه؟ كتاب الامتحان او التفوق، وخلصت يا باشا، كفى الله المؤمنين شر القتال. طب بالنسبه للرياضه، هذه الماده الاسهل انك تجيب فيها درجات، اقسم بالله، وده اللي انا ادركته بس في اخر السنه خالص يعني. السر انت ما تعرفوش ان انا ما بداتش افهم رياضه غير في شهر 3، اقسم بالله. بس انا طول السنه بحل، بس مش فاهم، بحل وبعمل اللي عليا، بس والله ما اعرف حاجه. نصيب بقى، والله ما اعرف. انا بروح الدرس افهم، فهمت. طب حلينا الواجب تمام، اروح الدرس حصه جايه، انا حليت الواجب ازاي؟ ما اعرفش. وفضلت ماشي كده لحد ما يعني والله ربنا هو اللي استدركني في اخر شهر 3 يعني. لولا عنايه ربنا بينا والله العظيم احنا كنا ضعنا. فعادي، بس المهم ان انت تفضل تحاول. اوعى تبطل تحاول يا ابني، اوعى تبطل تحاول طول ما انت في السنه دي. اوعى تبطل تحاول، عيط، ادعي، قم ليل، اعمل كل حاجه حلوه انت ممكن تتخيلها. ابعد عن 3 حاجات: انت تعاق والديك، تعصي ربنا، التانية دي انت هتعملها وهتقع، بس قوم بعدها، توب على طول، وذاكر. اوعى تراكم. يبقى 3 حاجات: اوعى تعصي ربنا، دي اول حاجه. اوعى تعاق والديك، اوعى تراكم. هتنجح والله العظيم، وهتشوف حاجه عمرك ما شفتها، وتوفيق عمرك ما شفته. تمام. طب بالنسبه لهذه الانجليزي، بص يا صديقي، الانجليزي انا مش طالب منك غير انت تحل سكيلز كتير. يعني سكيلز: باراجراف تكتب 120 كلمه، بعد كده عندك قطعه، بعد كده عندك ترانسليشن ترجمه، بعد كده عندك الدايلوج، بعد كده عندك القصه. ال5 حاجات دول هم حرفيا 30 درجه. قواعد وكلمات 10 درجات، مبروك عليك ال 40 درجه. تمام. طب اخد مع المدرس، خد مع اللي انت عايزه. انا المهم عندي ان انت تعمل تركز على السكيلز، تمام. الى هنا نكون قد وصلنا في هذا الفيديو. طب حبيب قلبي ادبي اللي بيقول لي يا دكتور انت مش مهتم بيه، حبيب قلبي انا بنقل لك اللي انا جربته، فما ينفعش اجي اهيص عليك واقول لك هات كتاب كذا وهات كتاب كذا. انا بلبسك يا ابني، انا ما اعرفش تجيب تاريخ ايه وجغرافي ايه، فحقك عليا، مش تقصير والله العظيم، بس انا ما اعرفش. فانا ان شاء الله هحاول اتواصل مع حد من زمايلنا، وان شاء الله نبقى ننزلكم على جروب. صح، نسيت اقول لك، انزل حالا اشترك في لينك جروب التليجرام، تحت في الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.